انا بس عايز اقول لك حاجة. كرمك الله يا اخي الكريم. انا عايز اقول لك بس حاجة بمناسبة اوباما. لو ربنا قدر وانا انتخبت رئيسا للجمهورية، ها والله يا اخي ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك. ايها الاخوه، اهلا اهلا اخ ابراهيم، زي الصح ما شاء الله، منور دايما. ايها الاخوه، الله يكرمك ويبارك فيك. او ده زميل عمل الاخ ابراهيم، زملاء عمل بقالنا 20 سنه يا اخ ابراهيم، ربنا يكرمك. فاحنا يا اخواني، انا النقطه التي اخشاها بالنسبه لاوباما، انا عايز اقول لك انه سيعمل القوى الصهيونية في امريكا على اعادة انتخاب اوباما اذا جت نتيجة انتخابات مصر بان احنا كسبنا انتخابات. اذا حد تاني كسب الانتخابات ستعمل نفس القوى الصهيونية على الاتيان برئيس امريكي اخر لامريكا. هذا كلام انا يمكن ما اعرفش افسره قوي، لكن احنا حتى مؤتمر المرج النهارده ده مؤثر حتى في الانتخابات الامريكيه. وانتوا عارفين ان انتخابات الرئاسه الامريكيه هتجري السنه دي في 2012 برضو على شهر نوفمبر. فبالتالي وعدينا هنكون سوا ونشوف هينتخبوا هنا في مصر، هيبقى يا اما حازم ابو اسماعيل في مصر واوباما في امريكا، يا اما العكس، واحد تاني في مصر وغير اوباما في امريكا. وهذا هو المرسوم لهذه المنطقة على تفصيل قد يأتي وقته فيما بعد ان شاء الله. ان شاء الله اوباما ده في الحالة دي يعيش اوباما يعني، ها